اللي خلاني اتفرج على مسلسل ويدوز باي ان ناس كتير كانت ترشحه على اساس انه بديل لمسلسل فروم وان في شويه تشابه بينهم، فقلت اتفرج اشوف الحكايه على ايه. وطبعا هتسال دلوقتي هل فعلا شبهه او ينفع بديل ليه. وهقول لك هو في شويه تشابه بس مش زي ما انت فاكر. يعني المسلسل بيتكلم عن مدينه على جزيره اسمها ويدوز باي واللي ما فيش طريق غير البحر عشان تروح لها. وبيحصل من فتره للتانيه شويه حاجات غريبه وناس تختفي او تموت. ومع الاحداث بنعرف ان اي حد اتولد على جزيره ما يقدرش يخرج منها، لانه لو جه يخرج هيموت. فده يمكن اكتر حاجه فيها تشابه مع فروم، لأنهم ناس محبوسين في المدينة ومش عارفين يخرجوا منها، زي الناس برضه اللي عايشين على وودز باي، فهم ما يقدروش يخرجوا. لكن لو حد عادي جه من بره يقدر يروح ويجي من غير مشاكل. كمان زي ما في وحوش بتطلع في فروم بالليل عشان تموت الناس، هنا في وودز باي بيحصل في الليل أمور غريبة برضه. لكن ميزة مسلسل وودز باي إن ما فيهوش نفس الغموض الكبير في فروم، فكل حاجة هنا واضحة، ومع كل حلقة بنفهم أكتر عن المدينة واللي يحصل فيها وسبب الأحداث الخارقة للطبيعة، وليه اللي اتولدوا فيها ما يعرفوش يخرجوا منها، وإن الحوار كله بسبب سحر واتفاقات شيطانية قديمة. وده كله أصلا بيتعرف عادي بسرعة مع الحلقات. لكن اللي فاجئني وأنا بتفرج إن المسلسل طلع فيه كوميديا حلوة عجبتني. فهو طلع مسلسل مصنف رعب كوميدي، وهتلاقي نفسك كتير بتضحك بسبب مواقف الشخصيات تعملها، بالذات من تصرفات العنصر النسائي في المسلسل زي باتريشيا وروز وحتى الست الكبيرة دي. فهو كومبو غريب بس حقيقي طالع حلو، وقصة سهلة مفهومة ما فيهاش أي تعقيد. لأن شفت ناس كتير زهقت من الغموض في فروم، عشان كده أرشح الناس دي تتفرج على مسلسل ويدوز باي، لكن تبقى عارف إنه مش بديل لفروم. هو مسلسل مختلف مستقل بذاته وفي أحداثه، وهتخرج من الموسم الأول منه مبسوط. ورسميا تم التجديد ليه لموسم تاني، يعني الظاهر لسه المسلسل مكمل معانا فترة حلوة. وأهلا بيكم في أفلام. وفيديو النهارده هشرح وهتكلم عن كل حاجة خاصة بالموسم الأول من مسلسل وودوز باي، مسلسل الرعب الكوميديا الجديد من منصة أبل تي في. بس الأول يا ريت اللايك والاشتراك في القناة لو لسه مش مشترك، عشان دعمكم بيفرق معايا. ويلا بينا. أول حاجة كده تعالى أفهمك سبب البلاوي اللي تحصل على الجزيرة. فإحنا عندنا واحد اسمه ريتشارد وارن، وده اللي لقى الجزيرة وقعد فيها عشان يبنيها. وبعدها ناس ابتدت تيجي، لكن موقع الجزيرة ما كانش مساعد على البقاء، والناس ابتدت تموت من الجوع. لحد ما الأخ وارن ده لقى نوع من المشروم، ولما كانوا دخل في رؤى وأحلام وصلته إنه زي شاف كائن شرير، قال له إنه يقدر يحل معاه كل حاجة، لكن في المقابل إنه يتم التضحية للجزيرة. يعني اديني ضحية وأنا أخلي لك الجزيرة زي الفل، وفي مقابل برضه إن محدش يخرج منها. وريتشارد وارن مضى بدمه على الاتفاق ده، والأوضاع في الجزيرة بقت تتحسن طول ما وارن محافظ على الاتفاق ده ويقدم تضحيات للجزيرة. بس مع الوقت الجزيرة بقت عايزة تضحيات أكتر، ولما تم التأخير شوية بقى يحصل أمراض وعواصف، وبقت أوضاع الجزيرة سيئة، والناس ابتدت تلوم ريتشارد وارن على اللي يحصل، وحاسين إنه عامل اتفاق شيطاني بس ما عندهمش دليل. لحد ما اتجوز واحدة اسمها سارة عشان تربي عياله، واللي جاية من بره الجزيرة. ومع الوقت عرفت إنه مش طبيعي، وقتل واحد قدام عينيها، فراحت جري بلغت الكنيسة عنه، وقالت إنه أكيد متفق مع الشيطان وبعتوا حد عشان يقتله. بس طلع مش بيموت عشان الاتفاق. لكن بعدها حاولوا تاني وسارة خدرته وحطوه في تابوت ودفنوه حي، على امل بقى ان اللعنه تحل من عليهم. بس ده ما حصلش لانه فضل عايش عادي في التابوت. وكمان ساره خدت عياله عشان يهربوا سوا، بس لما جت تعدي حدود البحر العيال ابتدت تموت واحد ورا التاني، لان زي ما قلت من شروط الاتفاق ان اي حد اتولد على الجزيره ما يعرفش يخرج منها، وهي ما كانتش تعرف ده. فكل عياله ماتوا في البحر ما عدا بنت صغيره الموج رجعها على الجزيره، والبنت دي كبرت وكملت حياتها عادي. وحتى في لوحه في متحف الجزيره بتمثل اللي حصل مع البنت. ولحد كده ده اللي حصل زمان وسبب اللعنة. ونيجي لوقتنا الحالي ونقابل توم العمدة أو حاكم الجزيرة الحالي اللي عايز يطور ويبني ويشجع السياحة، بس بيتصدم مع الأمور المجنونة اللي تحصل. وما كانش مصدق في الأول وبيقول إن كل حاجة خرافات، لكن مصدق بعدين لما بيلاقي جنية بحر عجوزة بتطارده وكانت هتموته لولا إنه اتلحق على آخر لحظة. وكان قبلها برضه قاعد في فندق قديم كان حصل فيه حوادث قتل زمان على إيد واحد يلبس مهرج، وهو قابله فعلا بس ما كانش عارف. وعرف بعدين من الكاميرات إنه قابل المهرج القاتل واللي شخصيته كده تفكرنا ببيني وايز بتاع الكائن إت. فبسبب احتياج الجزيرة لأرواح الناس بتحصل حاجات غريبة فيها سحر وشعوذة عشان تتسبب في موت وقتل الناس، تيجي بقى من عاصفة قوية أو تيجي من ناس تتلبس وتقتل زي الراجل اللي شبه السفاح مايكل مايرز ده، أو من عفريت جنية، أو أي حاجة عشان المهم حد يموت عشان يرضي كيان الجزيرة. وبنشوف توم في الآخر مع باتريشا ويك اللي بيساعدوه في حل لغز الجزيرة، بيطلعوا تابوت ريتشارد ويلاقوا لسه حي بعد ما عدى عليه أكتر من 300 سنة. وبعد ما توم اتكلم معاه قال له ممكن اللعنة تتحل لو مت، وعشان يقدر يموت محتاج يطلع للبحر ويعدي حدود الجزيرة. بعد شوية أكشن ومواقف كوميدية ريتشارد وارن بيموت أخيرا، بس يلاقوا إن لسه اللعنة ما راحتش، لأن لسه حد من دمه عايش، ويعرفوا بقصة بنته اللي نجت وعاشت. فيضطروا يدوروا ورا شجرة عيلتها عشان يعرفوا مين لسه حي من دمه، لحد ما يلاقوا إن آخر فرع عايش من دمه واحدة اسمها روز، ودي معدية أصلا ال 80 سنة وشغالة مساعدة لتوم في مكتبه. وتوم يبقى في وضع مش عارف يعمل إيه، يسيبها تعيش اللي بقى من حياتها ولا يموتها على أمن الجزيرة تبقى مكان طبيعي عادي.
لأنه كمان نفسه يخرج ابنه إيفان بره الجزيرة، وخايف عليه لا يموت لأنه اتولد فيها. وبسبب غضب الجزيرة بيحصل عاصفة كبيرة، ويضطروا يجمعوا الناس والسياح في ملجأ، وتوم بيلاقي نفسه مضطر يقتل روز عشان ينقذ الناس من العاصفة. فبيروح بيتها ويقعد معاها، وبيلاقي قد إيه هي ست طيبة وبتساعد الناس، بس بيتفاجئ إن صحتها حلوة قوي وشكلها مش هتموت قريب. وبعد كلام معاها بيحط لها مخدر في الشاي، لكن روز تقلب كل حاجة وتقول له إنها زمان حبت واحد وخلفت منه بنت، بس بسبب الظروف سابوا بعض، والبنت عاشت مع أبوها ومراته التانية، وهي بقت تراقبها من بعيد لبعيد لحد ما ماتت. وطبعا توم هنا اتصدم، لأنه كان فاكر إنها آخر حد في السلالة، بس بيتصدم أكتر لما بتقول له إن البنت اللي خلفتها تبقى مراته اللي ماتت بعد ما ولدت ابنه بفترة قصيرة. فكده ده بيعني إن عشان اللعنة تنتهي يبقى لازم توم يقتل ابنه. وهو خد الصدمة من هنا، ونشوف الشرف بتاع البلد دخل وادى طلقة الروس، لأن هو كان عارف بكل حاجة، ومراته على وشك إنها تولد، وخايف لابنه يتولد على الجزيرة ويبقى كده اتحكم عليه إنه يعيش فيها للأبد. بس توم يقول له عملت إيه ومش هي الآخر، بس طبعا ما رضاش يقول له مين اللي بعد روس عشان لو عرف هيروح يقتل ابنه. بس في الآخر الاتنين بيتفاجئوا إن العاصفة تهدى مرة واحدة من غير أي مقدمات وبشكل غريب. وبنعرف إن السبب في كده هو إن تحت الملجأ بتاع المبنى البلدية في مكان سري بيتم تضحية بالناس للكائن الشرير اللي جوه. وكان ابن توم وأصحابه لقوا المكان وقعدوا يهزروا ويضحكوا لحد ما واحد شافهم ونزل وراهم وطلعهم، بس هو اتحبس والكيان سحبه وخلص عليه. فموتوا كده في الأوضة نفذ الاتفاق والعاصفة راحت. وتوم والشريف بقوا مستغربين ومش عارفين ليه العاصفة هديت. وبنشوف في تاني يوم توم مع ابنه بيسمع صوت جرس الكنيسة يضرب 8 مرات، وده غالبا عدد التضحيات أو الأرواح يعني الجزيرة عايزاها عشان تمشي الدنيا، ياما اللعنات تشتغل والناس تموت من تاني. كمان في واحد اسمه ديل وهو في الملجأ لقى أوضة فيها شاشة عرض وشوية اسطوانات أفلام قديمة. لما شغلها لقى واحد يتكلم ويشرح إن لازم يتم تضحية بعدد معين كل فترة عشان الأمور تكون هادية على الجزيرة. والراجل ده واضح إنه كان حاكم قديم وكان بيساعد على موت الناس لصالح الجزيرة. فلسه هنعرف أكتر عن الفترة دي في الموسم التاني، وهنشوف توم هيعمل إيه عشان يحمي سر ابنه، لأن لو الناس عرفت إنه حفيد روز هيبقوا عايزين يقتلوه. متوقعي ممكن توم نفسه يقع في تحالف مع الكيان بتاع الجزيرة عشان يحل اللعنة من ابنه وينقلها ليه مثلا. لأن في أحد الحالات توم كان خد المشروم، لما صحي قال إنه حس إن في كيان حاول يتواصل معاه، بس وقتها ما حصلش حاجة. فأنا أتوقع مع الموسم التاني هيحاول يحل ده بنفسه مع الكيان عشان ينقذ ابنه ويقدر يخرجه بره الجزيرة. كمان في نهاية الحلقة روز كان فيها لسه النفس وما ماتتش، فأكيد توم هيقول لها ما تتكلمش عن أي حاجة أو تقول على حوار ابنه. متوقع يقولوا الطلقة بتاعت الشريف طلعت بالغلط عليها، وهي أصلا طيبة على نيتها وهتصدق ده. كمان الحلقة الأخيرة كانت بتلعب على المعادلة الأخلاقية في اللي يموت ويعيش، لما توم كان بيقول للروس على قصة القطر والناس واللي فيها ممكن نضطر نموت شخص واحد عشان ننقذ ناس أكتر، وروس ما كانتش معاه. وكده توم اتحط بنفسه في نفس المعادلة، لأن ابنه دلوقتي اللي لازم يموت لو عايز ينقذ كل سكان الجزيرة من اللعنة. ومن شخصيته اللي شفناها في المسلسل مش هيعمل كده طبعا، بس هنشوف هيتصرف ازاي ويعمل ايه، لأن الجزيرة طالبة منه دلوقتي 8 أرواح بشرية عشان ترجع في الثبات تاني. وفي الآخر زي ما قلت مسلسل حلو جدا مختلف، وفيه بجد ممثلين كلهم عاملين أداء عالي قوي، وميكس بين الرعب والغموض والكوميديا، على عكس مسلسل فروم غموض بس. ومستني الموسم التاني هشوف اللي هيحصل. وبس كده ده كل نهاية شرح ومراجعتي لكل حاجة خاصة بنهاية الموسم الأول من مسلسل وودز باي. واللي صناع المسلسل قالوا إنهم واخدين أفكار منه من قصص ستيفن كينج، وعشان كده المسلسل هتلاقيه خفيف ومميز. وزي كل مرة هستنى أعرف رأيكم في التعليقات. وفي الآخر يا ريت محدش ينسى اللايك والاشتراك في القناة لو لسه مش مشترك، وتفعلوا جرس التنبيهات، وفولو صفحاتي في أفلام على تيك توك انستجرام عشان يوصل لكم كل جديد. سلام.